ألف مبروك لنادي الزمالك تصدره للدوري الممتاز. أدى مباراة جميلة جدا، كانت ضد فريق بيراميدز. فريق بيراميدز يا جماعة هو بطل أبطال أفريقيا، عشان بس كلكم عارفين تعرفوا الزمالك فاز على مين، مش على منافس على الدوري بس، لا ده بطل أفريقيا. حاجة جميلة جدا. ده قرب نادي الزمالك إنه ياخد بطولة الدوري، ولسه قصاده كونفدرالية. بس برضه نرجع نقول الماتشات المتبقية ماتشات صعبة على نادي الزمالك جدا. لسه هيلاعب الأهلي، هيلاعب إنبي، هيلاعب المصري. ماتشات جامدة. بس عايزين كلنا نفكر كده كويس ان الزمالك فريق عنده ايقاف قيد، الزمالك فريق عليه ديون، الزمالك اللعيبة ما بتاخدش فلوسها، ولكن وراهم جمهور اسد، جمهور زئيرو كان بيهز الملعب النهارده فوق ال40,000 متفرج تقريبا. حاجة ما شاء الله، الله أكبر، حاجة جميلة جدا. الحقيقة إن فتح اللايف في الماتش والبث المباشر من الاستاد ادى رسائل كتيرة قوي للخارج، إن مصر بلد أمن وأمان، مصر تقدر تسيطر على أي جمهور، مصر تعالى بلد جميلة، بلد مفتوحة، بلد سعيدة، بلد بعيدة عن الحروب. يعني احنا رغم ان احنا متأثرين اقتصاديا بالحروب، لكن المنظر عندنا النهاردة في الاستاد يقولك ان احنا بلد جميلة جدا، الناس مهتمة بالرياضة، الناس فرحانة، الناس ما عندهاش مشاكل حتى اقتصادية. الجماهير بتقطع التذاكر وبتدخل الملعب وبتدفع فلوس وتشجع وفرحانة ومبسوطة. ده اتجاه حلو ده. والحقيقة انا بحيي الاخراج المصري النهاردة. ليه؟ لانه سايب البث مفتوح من الاستاد. دي كلها رسائل دعم سياحة، رسائل دعم الاقتصاد، دعم الامن والامان، دعم للجيش للشرطة، ان الامن مستتب. حاجة جميلة جدا اللي حصل النهاردة. يا ريت يتكرر في الماتشات الباقية كمان، ولسه في ماتشات جاية جديدة. ونقول مبروك لنادي الزمالك اقترابه وبشدة الحصول على الدوري بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. تابعوني محمد أبو فرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.